الجولاني العميل اللي اتصنع في إدلب. اعترافات روبرت فورد فضحت المسرحية. الموضوع المرة دي مش تحليل سياسي ولا تخمينات، الموضوع اعتراف رسمي جوه المطبخ الامريكي نفسه. والله جوه نفسه. روبرت فورد ده كان سفير امريكا السابق في سوريا، وقف وسط ندوة علانية كده وقال بمنتهى البساطة: انا ساعدت في تدريب الجولاني عشان يبقى سياسي جاهز للحكم. والله اللي انت سمعته ده حقيقي على فكرة، مش نظرية مؤامرة ولا خيال علمي يعني، لا ده كلامه هو وبصوته وبصورته، موجود في فيديو موجود على السوشيال ميديا في ندوة اتعملت في بلتيمور اللي هي في امريكا. وقف وسط كل اللي موجودين بيحكوا ان في سنة 2023 جات له مؤسسة بريطانية غير حكومية وقالوا له عايزينك والله تساعدنا كده وتدرب لنا واحد عندك موجود في إدلب على العمل السياسي. فورد طبعا وافق، وفعلا تم التدريب على مدار 6 شهور، يعني من مارس لحد سبتمبر 2023. الشخص بقى اللي دربه ده مش ناشط حقوقي ولا معارض ناعم، لا 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 لا، ده ابو محمد الجولاني اللي كان على راسه 10 مليون دولار مكافأة في وقتها من وزارة الخارجية الأمريكية نفسها. يعني أمريكا وبريطانيا كانوا عارفين مكانه، وبدل ما يقبضوا عليه راحوا دربوه. كلامه بيقول كده. الأسئلة بقى اللي لازم بقى نسألها في الموضوع ده لنفسنا يعني ونعرف إجاباتها: إزاي مؤسسة بريطانية بتروح وتيجي في إدلب كده وتقابل الجولاني عادي؟ وإزاي فورد يدخل ويخرج من غير ما يبلغ عن إرهابي؟ وهل معنى كده إن أمريكا وبريطانيا كانوا عارفين مكانه طول الوقت ده؟ طب لو عارفين ليه ما صفهوش؟ الأغرب بقى من كل ده، ليه الجولاني أصلا كان مطمن لهم ومرتاح معاهم؟ وليه فتح باب للسفير الأمريكي وتعاون معاه كمان؟ وهل فعلا كان كل ده بترتيب عشان يجهزوه لحكم سوريا؟ لو عندك بقى اجابات يا صديقي لكل الاسئله اللي انا سالتها دي وتكون اجابات منطقيه، تعالى بقى نحتفل بالثوره وجمالها وحلاوتها وحريتها. وخليني كمان اصدق ان الامريكان راحوا ادلب عشان يتعلموا من الدواعش يعني ازاي يديروا دوله، عشان ما بيعرفوش. يا عم الرساله واضحه، اللي حصل في سوريا مش كان ربيع عربي، كانت مفرمه بتتجهز من زمان لكل المحيط بتاعنا. واللي داخلينها دول ما كانوش شعوب بتطالب بحريه، لا لا لا، ادوات بتتجهز وبيوجهوها عشان ينفذوا سيناريو كبير مكتوب ومتقسم ادواره على المنطقه كلها. وروبرت فورد كشف الورقه الاخيره من المسرحيه واثبت ان كل حاجه كانت محسوبه ومتخطط لها كمان. طب ومصر كانت فين يا مجدي من كل ده؟ مصر يا صديقي فهمت اللعبه من بدري ووقفت ضد العاصفه، وشافت قدامها طبعا مسير سوريا والعراق وليبيا وغيره، وقالت مش هنسيب بلدنا تتباع بالساهل. عشان كده لسه واقفه ولسه شوكه في حلقهم وحلق كل اللي خططوا وفشل. وقبل بقى ما تحتفل بعد كده بثوره، وبقى اسال نفسك: هو اللي فوق المسرح ده سائر حقيقي ولا ممثل مدرب جاي يسلم